قبل ما اتكلم على اي حاجة خلينا متفقين ان مفيش حاجة بتبقى مثالية. في الفيديو ده هقولك على مميزات وعيوب لاحظتها في اول سنة ليا في كلية تجارة انجليش جامعة حلوان. خلونا نبدأ بالمميزات، يلا بينا. اول حاجة ان تجارة انجليش في جامعة حلوان فيها اقسام كتير مش موجودة في جامعات تانية، وهنبقى نتكلم عن كل الاقسام جوه الكلية في جامعة حلوان، بس ده في فيديو تاني. بس عامة يعني ان دي اول ميزة في الكلية عندنا في حلوان. تاني حاجة ان الامتحانات عندنا بتبقى اقل صعوبة من الجامعات التانية، وده ميزة كويسة لانه بيديك فرصة انك لو ذاكرت وما راكمتش حاجة وما زنقتش نفسك ان انت تجيب تقديرات كويسة. وطبعا انا من نوعية الناس اللي بتحب تزنق نفسها لحد اخر حاجة، يعني قد ما نقدر لو حاولنا نلتزم فان شاء الله هنجيب تقديرات كويسة. تالت حاجة الدكاترة، انت الدكاترة عندك هتلاقي 2-3 بالكتير اللي عندهم مشاكل معاك ومع نفسهم شخصيا وما تعرفش هم عايزين ايه بالظبط. وده يعتبر عدد قليل بالنسبة للجامعات التانية. يعني الجامعات التانية بيبقى فيها دكاترة كتير شخصيتهم صعبة وبيبقى التعامل معاهم صعب. يعني كمان مش كلهم بيشرحوا بالانجليش بس، يعني في منهم بيدي مساحة ان هو يتكلم شوية عربي وشوية انجليش، وكمان بيديك فرصة ان انت تناقشه في اي حاجة او تتكلم معاه في اي حاجة جوه المحاضرة. برضو من الحاجات الكويسة ان المعيدين في المواد العملي الصراحة هادين جدا وعندهم قوة تحمل. الصراحة انا كنت بشوف ناس بتحضر لهم كانت بتقرفهم جامد، وهم يعني عادي، يعني عندهم قبول لأي حاجة. يعني اغلب المعيدين في الكلية الصراحة ناس محترمة ومحدش فيهم وحش. انا بقى بالنسبه لي اهم ميزه في كل ده ان الجامعه عندنا او كليه تجاره انجليش بالذات في حلوان فيها اقسام مش موجوده في جامعات تانية. من العيوب بقى ان المواد ما فيهاش ابداع خالص. يعني لو بصينا مثلا لمناهج جامعه القاهره هنلاقي ان في حاجه كرييتيف اكتر او في ابداع اكتر في المواد. كمان لاحظت ان في جامعة القاهرة بيبقى في تواصل اكتر ما بين الطلبة والدكاترة، بالذات الفرع اللي في زايد. الدكاترة اللي في جامعة القاهرة فرع زايد كل الناس بتشكر فيهم الصراحة. على عكس حلوان بقى الدكتور بيبقى ملتزم ان هو يقرأ الشرح وبس، هو كده خلاص عمل اللي عليه. مفيش اي حاجة كرياتيف بتحصل جوه المحاضرة. هو طبعا شرحهم اغلب الدكاترة في الجامعة شرحهم كويس، بس ما بيبقاش في حاجه جديده، مفيش تاتش كده جديد جوه المحاضره بيحصل. المحاضره بتبقى تقليديه جدا يعني. فانا من رايي ان لازما يحصل اي فكره جوه المحاضره تخلي الطالب ما يزهقش من الكلام اللي بيتقال او من الشرح، وفي نفس الوقت تبقى فكره ليها استفاده. يعني مش نقعد نهبل جوه المحاضره. ده هيعزز من ان انا اكون عايز اجي الجامعة احضر اصلا، وان انا احب الدكتور اللي بيشرح المادة دي ان هو يفكر في حاجة كرياتيف يعملها جوه المحاضرة. يعني في عيب كمان، يعني غالبا ده بيبقى في كل الجامعات مش حلوان بس، ان الدكاترة بتبقى واخدة عنك فكرة ان انت خارج من ثانوية عامة، انت حد مثقف، حد جاي لامم كل حاجة، وحد يعني ايه مش اول مرة يسمع الكلام اللي هما بيقولوه. لان هما بالنسبه لهم الكلام اللي بيقولوه ده EBC، يعني مش حاجه اساسيات، فبيبقوا مستقلين بيه وهما بيشرحوا عشان بيبقوا شايفين ان دي معلومات بديهيه. لو انت داخل كليه تجاره المفروض تبقى قريت عنها او ذاكرتها قبل ما تدخل، بس طبعا ده ما بيحصلش. احنا اصلا نطينا من تالتة اعدادي لقينا نفسنا في تالتة ثانوي، فمستحيل طبعا هبقى داخل الكلية قاري معلومات عن المادة اللي انت بتشرحها او سمعت عنها حاجة او شفت لها فيديو او كده. انا لسه داخل بستكشف ايه الدنيا، فبتبقى المعاملة معاك كده على اساس ان انت جاي فاهم كل حاجة. بس عشان ما اظلمش كل الدكاترة، في دكاترة بتبقى فاهمة برضو ان انت لسه يعني خارج من ثانوية عامة مش فاهم حاجة، فبيتعاملوا معاك برضو بالمبدأ ده. ودكاترة تانية بتتعامل بمبدأ ان انت جاي الكلية فاهم كل حاجة بتتقال. كمان من العيوب ان مفيش جدول ميد ترم بيتعمل زي جامعة القاهرة وجامعة عين شمس، ومرة واحدة كده بعد شهر ونص تلاقي دكتور او كل دكتور معين بيقول انا يلا انا عامل امتحان ميد ترم. اي جامعة عادية بعد شهر او شهر ونص بتنزل جدول كده بالترتيب في امتحانات الميد ترم، وبتحدد سواء هتتعمل اونلاين او هتتعمل جوه المدرج في الكلية يعني.
ده ما بيحصلش في حلوان. يعني اللي بيحصل ان دكتور بيحدد ان هو هيعمل امتحان ميد ترم، ودكتور تاني ما بيعملش، فبيبقى على حسب بقى مزاج كل واحد فيهم يعني. في الغالب الدكاترة اللي بتعمل ميد ترم فهو بيكون اونلاين يعني. بس في الاخر عايز اقول اتبسطوا واستمتعوا بالرحلة وكل الكلام البوزيتيف اللي احنا عارفينه ده.